يا أهلا بقى في قناة أقوى أفلام. بيبدأ فيلمنا مع كائن فضائي لونه أزرق بيقع من السماء، وإحنا لسه مش عارفين إيه السبب في كده، وبيحاول يمسك سلاحه قبل ما ينزل للأرض بلحظات. بنرجع بالزمن علشان نبدأ نفهم إيه الحكاية من أولها، وبنشوف المخلوق ده وهو طفل واللي بيكون اسمه ميجا مايند، وأبوه وأمه بيشيلوه وبيجروا بيه المكوك فضائي صغير، وده بيكون علشان كوكبهم بيتدمر وهم بيحاولوا ينقذوه، وبيدوله سمكة صغيرة واللي بيكون اسمها مينيون، وبيعرفوه إنها هتعتني بيه. علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير. وابوه بيقول له انت مقدر ليك، ومش بيلحق يسمع باقي الكلام لان المكوك بيتقفل عليه وبينطلق في الفضاء، وبتكون واجهته لكوكب الارض. وفي نفس الوقت في ناس من مجره جلو بانك بتجيلهم نفس الفكره، وبيبعتوا ابنهم الصغير لكوكب الارض. وميجا مايند بيبص من المكوك وبيشوف قصر كبير واللي بتمتلكه عيله غنيه، وبيقول هو ده بقى المقدر ليا، اموت انا في حياتي الرفاهيه. شكلها فرجت يا معلم، يا رب وقف الحال. بس يا فرحه ما تمت، في اخر لحظه المكوك التاني بيخبط في مكوك ميجا مايند وبيدخل مكانه، وميجا مايند مكوكو الصغير بيترمى في السجن، وبيبدأ يتعلم بقى من المساجين كل حاجة غلط، اللي هو انت حرامي، اخويا، حبيبي، وكفاءة. لكن حكومة انت فاهم بقى. وطبعا كل واحد من الاتنين بيبقى ليه مميزات مختلفة عن التاني. الاول كان بيقدر يطير وعنده قوة خارقة وشعره اصفر، اما ميجا مايند فزي ما انتوا شايفين احبابي في الله كان ازرق وضعيف واقرع، واللي كان متميز بيه فعلا هو صنع الاختراعات المدمرة. ولما مدير السجن بيحب يحسن من سلوكه بيوديه المدرسة قريبة من السجن، ولما بيروح هناك بيكتشف ان الولد اللي اخد مكانه في اول الفيلم سبقه كمان للمدرسه، وبياخد مكانه في لفت انتباه زمايله بقوته الخارقه. ولما بيفكر ميجا مايند يعمل زيه بيصمم جهاز يعمل بيه فشار، ولكن الفشار بيولع وبيتعاقب وبيرموه في الزاويه، على عكس صاحبنا الخارق اللي انقذ الوضع واخد جاره المكافاه لحسن تصرفه. وميجا مايند كان كل مره بيحاول يبهر فيها اصحابه الموضوع كان بيخرج عن السيطره وبيتحول لكارثه، واتقال عليه كمان انه شرير. وهو مقضي وقت فراغه في الزاويه اللي بيتعاقب فيها بتيجي في دماغه فكرة، وبيقول هم مش شايفيني شرير، انا بقى مش هتعب نفسي علشان اثبت لهم العكس، لا انا هكون اسوأ شرير في مدينة مترو سيتي. وفعلا بيفجر المدرسة وبيطرد منها، ومن ساعتها ميجا مايند والولد الخارق اللي سمى نفسه بعد كده مترو مان بتحصل بينهم معارك كتير جدا. وبيعدي الوقت وبيكون في احتفالية كبيرة لافتتاح متحف لمترو مان، وفي الوقت ده بيروح مدير السجن يدي لميجا مايند هدية، وبتكون ساعة، وبيعرفه ان مترو مان هو اللي جايبها له علشان يشمت فيه، ولكن مدير السجن بتعجبه الساعة فبياخدها وبيمشي. وفي الوقت ده الساعة بتغير شكله لميجا مايند اللي بيكون مستخبي ورا الكرسي ومستني اللحظة اللي هيدخل فيها. ولما أمن السجن بيدخله المدير مكان ميجا مايند بياخد منه الساعة وبيطلع مكانه، لأنه بيبدل شكله بشكل مدير السجن، وبيركب عربيته الخفية مع صاحبه مينيون اللي بنعرف إن هو اللي بعت له الساعة. طبعا مش بيعدي اليوم عادي كده، لازم يخطف الصحفية اللي كل مرة لازم يخطفها ويساوم عليها مترو مان واللي بيكون اسمها روكسان. وفي الوقت ده بيكون مترو مان بيقول كلمته في الحفلة وبيستعرض قوته قدام سكان المدينة، وبيقول كلام ملزق كده اللي هو من نوعية بجد أنا كل يوم قبل ما أنام بفكر أنا كنت هبقى عامل إزاي من غيركم ومن غير حبكم ليا. وبنرجع لمخبأ ميجا مايند بعد ما لبس بدلته الشريرة، وبيسأل مينيون مساعده شكلي شرير يا اسطى، فبيرد عليه ويقول له شكلك يقرف، فبيقول له حبيبي تسلم. ولما روكسان بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة، والغريب بقى إنها بيكون عندها عدم مبالاة بكل اللي بيحصل، وده طبعا لأنها متعودة كل شوية ميجا مايند يخطفها، والموضوع بقى ممل بالنسبة لها. ولما يحاول يرعبها بأسلحته بتعرفه هو هيعمل إيه من قبل ما يقرر يعمل حاجة، من أول التماسيح لغاية الأسلحة، وبتقول له أنت بقيت متوقع جدا يا ميجا، فبيحس بالزعل، فبتقول له بس عاش عليك بجد، حركة العنكبوت دي جديدة. وكانت بتستهزئ بيه لما شافت عنكبوت نازل من السقف، وهو بيصدق إنها اترعبت من العنكبوت، ويقول لها العنكبيت عضة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالشلل، ومش بيلحق يخلص كلمته وبتكون نفخته في وشه. ولما ما بيلاقيش منها أي فايدة بيحاول يبوظ الحفلة على مترو مان، وبيعرض بس مباشر ليه وهو بيهدده بروكسان، واللي بتقول لمترو مان إنه خاطفها في المرصد القديم. وميجا مايند أول ما بيسمعها بتقول على مكانهم بيفصل الاتصال وبيقول له ما تصدقهاش دي كدابة. طبعا مترو مان بيطير لغاية المرصد القديم بس مش بيلاقي حد هناك، وبيحس إن في خدعة في الموضوع. بيطلع ميجا مايند عامل نسخة من المرصد بالخشب علشان المرصد الحقيقي هيتدمر كمان ثواني من قمر صناعي بيستمد طاقته من الشمس. والغريب إن مترو مان
وبيكون مش قادر يخرج من المكان. وبيعرف ميجا مايند ان اخيرا عرف نقطة ضعفه وهي النحاس، وفي اقل من ثواني بيكون المرصد اتدمر بالكامل. وبعدها بنشوفه مترو مان وهو طاير في الهواء وما حصلوش اي حاجة، وبيموت ميجا مايند من الرعب بيدور عليا، ولكن بيتصدم لما بيشوف ان اللي كان طاير ده كان الهيكل العظمي بتاع مترو مان، وبيتأكد انه مات. ومن وقتها ميجا مايند مفيش حد قادر يوقفه، والمدينة بالكامل بتبقى زي الخرابة من كتر التدمير والحاجات اللي سرقها منها هو وجيشه من الروبوتات. وبعد كده من كتر الرفاهية اللي هو فيها يبدأ يحس ان مفيش حاجة بتسلي حياته نهائيا زي الاول، يعني هو عايش بدون اي هدف. مثلا الاول كنا نقوله ان هدفه انه يسيطر على المدينة وهو سيطر عليها، فدلوقتي هيبقى ايه هدفه بعد ما عمل كل اللي يتمناه؟ وفي الوقت ده بتكون روكسان في متحف مترو مان، وبيتصادف في نفس الوقت ان ميجا مايند بيكون هناك، وكان في نيته يفجر المكان وبيرمي ورد جواه قنبلة. بس لما بيلاقي روكسان هناك بيخاف لا يقتلها هي كمان وما يلاقيش حد يخطفه، فبيشغل الساعة بتاعته وبيتنكر بيها على شكل برنارد عامل النظافة اللي شغال في المتحف، وبيقدر يقنعها تطلع بسرعة من المكان. بس هم خلاص خارجين، ميجا مايند بيسمع منها كلمة بتعلق في دماغه، وهي ان الابطال الخارقين بيصنعوا ومش بيولدوا، وبتجيله فكرة وهو انه يصنع بطل خارق بنفس الحامض النووي بتاع مترو مان. وفعلا بيجيب هدوم مترو مان وبيقدر يستخرج منها الحامض النووي بتاعه، وبيقدر يحضر سلاحه اللي بيبقى فيه قذيفة واحدة بس، واللي هيتصاب بيها هيتحول لبطل خارق. وفي الوقت ده بتتصل بيه روكسان على اساس ان هو برنارد، وبتعرفه ان هي قدرت توصل لمكان مخبأه السري. ولما بيسألها عرفت منين المكان، بتعرفه ان هي لقت تحت المكان اللي خطفها فيه مشاية مكتوب عليها يا اهلا بيكم في المخبأ السري. بس كده بكل بساطة. فبيقول لها خليكي مكانك لغاية ما اجيلك. وبيعرف انه وقع نفسه في مصيبة لما قرر ينقذها من الانفجار، ولبس الساعة بتاعته وتحول لبرنارد، وبيروح لها بسرعة وبيتصرف معاها على اساس انه مندهش من المكان، وبتفتح الستارة وبتشوف كل الخطة. وقتها بيقول اتفضحنا، دي شكلها فرجت يا معلم، يا رب وقف الحال. وفعلا بتبدأ تصور كل حاجة في المكان، وبتمسك السلاح بتاعه فبيحاول يمنعها. وفي الوقت ده بتطلع الطلقة منه وبتعدي في المواسير وبتدخل في مناخير المصور بتاعها. وبعد ما بتطلع مع ميجا مايند المصور بتاعها بياخدها وبيمشي، وبيكون متضايق بعد ما قالت على ميجا مايند المتنكر طبعا انه شريكها في التحقيق الجديد. وبعدها بتبدأ تظهر صفات البطل الخارق على المصور هال، وبيكون ميجا مايند في انتظاره وبيقدر يقنعه ان هو مش انسان عادي وان هو جاي من الفضاء. وفعلا بيبدأ يدربه على اساس انه يبقى بطل خارق، وبيطلع عينه، ولكن ميجا مايند مش بيستسلم وبيكمل تدريب فيه. وفي النهار بيكون متنكر على شكل برنارد وبيركب العجل مع روكسان، فبتحكي له انها كانت بتيجي للمكان ده مع ابوها وهي صغيره وكان نظيف جدا، بس دلوقتي مع الاسف بسبب ميجا مايند فالبلد بقت كلها زباله زي ما انت شايف. يا زبال يا معفن يا اللي مش هتنضف، والله العظيم والله ما هتنفع تاني، والله العظيم ما هتنفع من غير. لا انا عايز اعرفه بس ان هو لو راح ولا جه زبال مش اكتر من كده. ومش بيكدب خبر، وبالليل بينظف المدينه كلها وبيرجع التحف واللوح اللي كان سارقها. واخيرا وبعد طول انتظار بيقدر يخلص تدريب هال علشان يبقى بطل خارق ويحارب ميجا مايند. وبالليل بيكون ميجا مايند بيتخانق مع مينيان اللي رافض انه يتعشى مع روكسان تاني، بس مش بيسمع كلامه وبيعرفه انه هيروح يقابلها غصب عنه. وفي الليله دي بتكون روكسان بتحاول تفهم خطه ميجا مايند الجديده، وفعلا لما بترجع شويه بتشوف بدله بطل خارق وبتفهم فعلا ميجا مايند عايز يعمل ايه. وبيطلع من وراها هال وبيشيلها وبيطير بيها من البلكونه، وبيطلب منها انه يتعشى معاها الليله دي فبترفض. انطر قبلك، فبيتعصب وبيسيبها ويمشي، وبتقعد تتعشى مع ميجا مايند المتنكر، واللي طبعا هال بيكون واقف بيتفرج عليهم من بره. وفجاه ايديها بتيجي على الساعه وبيظهر ميجا مايند على حقيقته، وبتسيبه روكسان وبتمشي، وده طبعا بعد ما بتكون اديت له كلمتين في جنابه. يا غير بقى غيروا يا ولاد. ولما بيرجع ميجا مايند لمخبأه السري بيبدأ يجهز نفسه للحرب الشرسة اللي هتحصل بكرة، وبيكون عامل روبوت قوي جدا. وبيجي اليوم التاني وبيفضل مستني هال انه يجيله عشان يحاربه، بيفضل مستنيه لساعات ولكن هال مش بيجي، فبيروح له البيت علشان يعرف فيه ايه. فبيتصدم لما بيعرف ان هال بقى هو كمان حرامي وشرير واستخدم قوته الخارقة في الغلط. لا كمان بيقترح عليه ان هم يعملوا فريق اجرامي سوا. فميجا مايند بيبدأ يتعصب وبياخد الموضوع بشكل شخصي، وبيعرفه ان هو كان بيضحك عليه وهو الفضائي، ويعرفه كمان انه نفس الشخص اللي كان قاعد بيتعشى مع روكسان. فهال بيتعصب وبيطير وراه وبتحصل ما بينهم معركة قوية، وبينتهي ان هال قدر يكسر ازاز الروبوت بتاع ميجا مايند ويمسكه. فميجا مايند بيقول له عاش بجد والله، قدرت تنتصر عليا، قبض عليا بقى ووديني السجن. بس بيكتشف ان هال عايز ينهي حياته، هال عايز يموته. رحنا في داهية. فبيتك على زرار احمر في الروبوت بيطيره بعيد عن هال، بعد ما اكتشف ان هال مش فارق معاه انه يحقق العدالة، وكل اللي عايز
يعمله هو انه يقتل ميجا مايند انتقاما منه على اللي عمله فيه، وبيكون ميجا مايند عامل خطة بديلة وهو انه يحبسه في كورة من النحاس، ده طبعا علشان كان عارف ان قوته الخارقة زيه زي قوة مترو مان، بس بيتصدم لما بيلاقيه قادر يكسر كرة النحاس بكل سهولة وبيخرج منها. وكل اهل المدينة بيكونوا فاكرين ان هيل بيحاول ينقذ المدينة من ميجا مايند، بس بيعرفهم الحقيقة وهو انه هيسيطر على المدينة مكان ميجا مايند بس. وفي نفس الوقت ده بيكون ميجا مايند راح عند شقة روكسان وبيتحايل عليها انها تفتح له، ولما بتسمح له يدخل شقتها بيقول لها ان انت كنت من اقرب الناس لمترو مان، فياريت تعرفيني ايه هي نقطة ضعف مترو مان غير النحاس. ولما بتقتنع بكلامه بتوديه لمخبأ مترو مان القديم واللي بيطلع المدرسة، ولما بيدخلوا بيحسوا بتجديدات في المكان، ده حتى كان في كاسة مية على الترابيزة، ولما بيركزوا بيكتشفوا ان هي لسه ساقعة، يعني كان لسه في حد في المكان دلوقتي. ولما بيحاولوا يكتشفوا اللي جاب الكوباية دي هنا بيتفاجئوا ان مترو مان واقف وراهم وبيطلع لسه عايش وما ماتش في انفجار المرصد القديم. بيبدأ يفهمهم انه زي في موته لانه مش عايز يعيش حياته كبطل خارق ويكون متسلط عليه الانظار في كل مكان يروحوا، وبيعرفهم ان حياته دلوقتي بقت احسن بكتير. ولما روكسان وميجا مايند يحاولوا يقنعوه يرجع ينقذ المدينة بيطردهم بره البيت ويقول لهم انه خلاص مات ومش هيرجع تاني ومحدش منهم يحاول يرجعه. ولما روكسان مش بتلاقي حل بتحاول تقنع ميجا مايند انه ينقذ المدينة، لكنه بيقول لها انه عمره ما هيقدر يكسب، وبيكتئب وبيسيبها ويمشي وبيسلم نفسه للشرطة وبيرجع لحبسه الانفرادي تاني. بيبدأ يتابع احوال المدينة اللي فعلا هيل بدأ يدمر فيها ومحدش قادر يمنعه، ومش بيكون فارق له كل اللي بيحصل، بس بيتصدم لما بيلاقي هيل بيهدده انه هيقتل روكسان وربطها في اعلى برج في المدينة، فبيهرب من السجن بنفس الطريقة اللي استعملها قبل كده وبيروح ينقذ روكسان من فوق المبنى، وهو بيحاول يشغل هيل بفيديو مصور ثلاثي الابعاد. ولكن هيل لما بيشوف خدعته بيضربه وبيكتشف انه مش ميجا مايند اصلا وان هو السمكة مينيون. وفي الوقت ده بنشوف مترو مان راجع تاني وبيطارد هيل، وهيل بيكون خايف منه جدا، بس بنكتشف ان مترو مان ولا رجع ولا حاجة وان ده ميجا مايند، وكان متنكر بالساعة على شكل مترو مان. ولما الساعة حصل فيها عطل اتكشفت خطته، فهل لما بيعرف اللعبة اللي حصلت عليه بيفضل يطارده، ولما يحاول ميجا مايند يهاجمه بسلاحه هيل بيرميه ويرمي سلاحه لفوق. وبكده بنشوف اول مشهد في الفيلم لما شفنا ميجا مايند وهو بيقع وبيحاول يمسك سلاحه، وفعلا بيقدر يمسك سلاحه في اخر لحظة وبيجفف جسمه من المية وبيقع على شكل مكعب تلج. ولما بيرجع لطبيعته بيستخدم نفس السلاح اللي ادى لهيل قوة خارقة في انه يسحبها منه، وفعلا بيقدر يسحبها من مناخير هيل وبيرجع زي الاول. ومن الناحية التانية بقى الكل بيكون فاكر ان السمكة مينيون ماتت لما حاولت تدافع عن روكسان، ولكن ميجا مايند بيطمنهم لما بيكشف لهم ان هي محتاجة شوية مية بس وبترجع زي الفل، وبيتم القبض على هيل وبيتحط مكان ميجا مايند في السجن. وميجا مايند اخيرا بقى هو البطل الخارق بتاع المدينة مكان مترو مان زي ما كان بيتمنى وهو صغير. ومترو مان بقى قدر يعيش حياته بشكل طبيعي بعد ما عرف انه قدر يحول الشرير اللي كان طول عمره بيحاربه لبطل يقدر يعتمد عليه لحماية المدينة وسكانها. بيبدأ فيلمنا بميجا مايند وهو بيحكي عن رحلته في التحول من شرير لبطل خارق، وبيقول ان مترو مان هو البطل الخارق الوحيد اللي كان يقدر يوقفه عند حده دايما لما كان شرير. وبيحكي عن معركته الأخيرة اللي حصلت ما بينه وما بين مترو مان واللي انتهت بان ميجا مايند قدر يدمره في المرصد القديم. من ساعتها ميجا مايند سيطر على مدينة مترو سيتي وعمل كل الحاجات الغلط اللي كان عايز يعملها، بس برضه ما كانش سعيد علشان ما كانش فيه بطل خارق يمنعه، فقرر ساعتها انه يصنع بطل خارق بنفسه، وفعلا بيعمل عقار وبيحقنه في المصور بتاع روكسان بالصدفة وبيتحول لبطل خارق. وللأسف الواد ده ما بيطلعش تمام نهائي وبيستغل قوته الخارقة في انه يتحول لشرير اكتر من ميجا مايند نفسه، وكان هيدمر المدينة بالكامل بس ميجا مايند بيقدر يوقفه عند حده. ومن ساعتها حياته اتحولت 180 درجة من شرير المدينة اللي الكل بيخاف منه لبطل المدينة المحبوب. وفي الوقت اللي ميجا مايند بيحكي قصة حياته بيكون في عصابة اسمها فيش جانج بتسرق سمكة ملصعة بالألماظ علشان يبيعوها في السوق السوداء، ولكن ميجا بيجي في الوقت المناسب وبيقفشهم متلبسين مع السمكة. الله أكبر عليك يا عم ميجا. وطبعا ما نقدرش ننسى عم مينيون العسل. المهم واحد من العصابة دي بيرمي سمكة أبو سيف على حوض القرش علشان يعطل ميجا، وفعلا القرش بيطلع من الحوض وفاتح بقه وشكله كده متغداش كويس، ولكن ميجا في آخر لحظة بيقدر يطلع مسدس شفط السوائل بتاعه ويحول بيه القرش المكعب صغير، وبيأمر الروبوتات بتاعته الكتير دي انهم يحاصروا الاشرار قبل ما يهربوا، وفعلا بيقدر يحبسهم في قفص من الليزر. وقبل ما ميجان يبدأ يتكلم ويفخم في نفسه زي كل مرة الروبوت بيعطل والقفص بيتفك، ففيش جانج بيخلعوا بالسمكة. يا اخي كانت خيبة. ولما بيطلع بره بيلاقيهم مستنينه بدبابة على شكل سمكة وبيضربوه بمدفع المية، فبتجيله فكرة وهي انه يحدف عليهم المكعب اللي فيه القرش، ومن بعدها بينط فوق الدبابة وبيرش على المكعب مية، ولمن دوره بيرجع القرش تاني لحجمه الطبيعي. وبتكون الدبابة هتدوس عيلة صغيرة بتعدي الشارع وميجا مايند بيقول يلا في داهية، ولكن ساعتها بيفتكر ان
هو اللي بقى بطل خارق والمفروض عليه ينقذها، فبينقذهم في آخر لحظة وبيتقبض على العصابة. وطبعا رجال الشرطة بيشكروه على إنقاذه للموقف، ومينيون بيزعل منه حتى لأنه هو ما شكرهوش مع إنهم أنقذوا الموقف سوا، وبيكتفي بإنه يديله الأوامر وخلاص، ولا كأنه خدام كلب ذليل ليه لا مؤاخذة يعني. وبعدها بيشوف روكسان وهي بتنقل الأخبار عن الجريمة اللي حصلت، وإن ميجا مايند أنقذ الوضع زي كل مرة، بس بيبان عليها إنها مكتئبة وعينيها فيها حزن كده فاهم، وده لأنها بدأت تكره وظيفتها، والدنيا بتيجي عليها أكتر لما بتجيلها بنت مشهورة صغيرة اسمها كيكو، واللي بتكون صاحبة أكبر منتدى معجبين لميجا مايند، وبتعمل معاها لقاء صحفي سريع وبتصورها، ولكن ده بيكون من غير إذنها، فبتزعق لها روكسان وبتمشي، فالبنت تسكت لا، دي بتهزقها وتقول لها مكبرة الموضوع ليه يا روح أمك، ده أنا عندي مليون متابع وأنت حيالله ما عرفكيش غير كام واحد من اللي بيشوفوك على التلفزيون. وبعدها بثواني بنشوف عمدة مترو سيتي وهو بيكرم ميجا مايند وبيديله المفتاح بتاع المدينة، فبيرميه لمينيون وبيروح يقول كلمته، ومينيون بيزعل جدا من تصرفاته دي وإنه دايما بياخد منه الأضواء وحتى مش بيشكره على مساعدته ليه، فبيشتكي روكسان من اللي بيعمله ميجا مايند معاه، فروكسان بتقترح عليه إنه من النهارده لازم يحترمه ويعتبره شريكه مش مجرد مساعد، ولو ما عجبوش الكلام ده يسيبه ويشتغل أي حاجة تانية. وفي الوقت ده بيكون ميجا مايند خلص كلمته وبتجيله البنت اللي اسمها كيكو وبتطلب منه إن هم يكونوا فريق سوا، فبيرفض وبيعرفها إنه بيشتغل لوحده، وعلشان ما تزعلش بيديها قنبلة يدوية كهدية. يا أخي ده أنت أحرجتنا بذوقك والله. ومن بعدها بنشوف مينيون بيروح لميجا مايند وبيعرفه إنه زعلان منه بسبب كل اللي بيعمله معاه ده، وإنه المفروض يحترمه ويقدره أكتر من كده، فميجا مايند مش بياخد كلامه جد، فبيسيبه مينيون وبيمشي بعد ما بيقرر إنه هيبطل شغل معاه وبيغير اسمه لأولد تشام. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة من الأشرار القدام اللي كانوا زمايل ميجا مايند زمان واللي مسمين نفسهم نقابة الموت، وبيكونوا محتجزين في السجن وبيستغربوا إيه اللي مخلي ميجا يسيب عالم الجريمة، وده طبعا بعد ما قدر يسيطر على المدينة بالكامل، فبيستغلوا قوتهم الخارقة في حجز الحراس وبيطلعوا بكل بساطة بعد ما بيهيموس أيوه هو اسمه بيهيموس، المهم بيهيموس ده بيدمر لوحة التحكم وبيفتح البوابات. وبعدها بنشوف روكسان وهي سايقة عربيتها وبيظهر لها رسالة بالهولوجرام من ميجا مايند واللي بيكون بيطلب فيها إنها تلحقه بسرعة علشان في مصيبة بتحصل دلوقتي، فبتتخض روكسان ولما بتروح له بتكتشف إن الموضوع المهم اللي ما ينفعش يتأجل ده هو إنه مش عارف يتعامل مع المحمصة بتاعة العيش، فبتعلمه إزاي يتعامل معاها. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت إنذار عالي، فبيطلع ميجا بره وبيشوف في إيه، فبيتفاجئ بفريقه القديم مستنينه بره، فبيحاول يهزر ويضحك معاهم وهو في الحقيقة مرعوب وبيحاول ما يظهرش ده، فبيفتكر الفريق إن هو بيمثل على أهل المدينة إنه بقى بطل خارق وإن اللي بيعمله ده هو مجرد جزء من خطته وبيحتفلوا بيه. وروكسان بتبقى واقفة وشايفة كل اللي بيحصل ده، وبتاخد ميجا مايند على جنبه وبتقول له أنت ما عرفتهمش إن أنت فعلا بقيت بطل خارق ليه، فبيعرفها إن هو اللي كان منظم الفريق ده ومش هيقدر يوقفهم لوحده، فهيفضل مكمل معاهم إن ده جزء من خطته الشيطانية لغاية ما يلاقي خطة يقدر يوقفهم بيها، وبيطلب منها إنها تعرف عمدة مترو سيتي على اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيبدأ يتظاهر إن هو شرير من تاني وبيدمره في المدينة، ولكن في المداري كده بيكون بيبعت الرجالة الآليين بتوعه علشان يصلحوا الخراب اللي بيحصل في المدينة كلها. وكيكو في الوقت ده بتشوف الدمار اللي بيحصل وزيها زي أي بلوجر مكانها قالت لا ما ينفعش تفوتني الفرصة دي، وبتطلع تليفونها وبتبدأ تصور كل اللي بيحصل. وفي الوقت ده كانت هتقع عليها شاشة كبيرة، فبيقدر يلحقها ميجا قبل ما تقع عليها بلحظات ويروح يلحق العصابة، وبيعرف إن هم عايزين يسرقوا بنك، فبيحاول يقنعهم إن هم مش هيحتاجوا للفلوس وإن هم كده كده بيعملوا كل اللي عايزينه في المدينة، فمش بيقتنعوا بالفكرة بس بيوافقوا إن هو يدخل قبلهم، وبيحاول يخلي اللي في البنك هاديين جدا علشان محدش يتأذى بس مش بيقدر، فبتتصرف وقتها كيكو وبتعرفهم إن كل اللي هيحصل دلوقتي هو مجرد محاكاة عن التصرف الصح اللي ممكن يعملوه لو حصل سطو مسلح حقيقي على البنك. وساعتها مدير البنك والعملاء بيهدوا وبيسيبوهم يسرقوا براحتهم على اعتقادهم إن كل اللي بيحصل ده مش حقيقي. وبالليل بيكون ميجا مايند عايز ينام لكنه بيفتكر إن العصابة عاجلا أم آجلا هتكتشف إن هو بيخدعهم وهيخلصوا عليه، وقتها بيبص على صورته مع أولد شامبو وبيفتقده، ولما يحاول ينام للمرة التانية بيصحى على صوت موسيقى عالي بره، ولما بيطلع بيلاقي العصابة عاملين حفلة فيها كل أشرار المدينة وبيكون بمناسبة إن هم هيدمروا المدينة بالكامل. ووقتها بيدخل عليهم عصابة فيش جانج وبيخاف ميجا مايند إنهم يعرفوا العصابة بالحقيقة وإنه فعلا بقى بطل خارق وإن اللي بيحصل ده مش جزء من خطته ولا حاجة. بيطلع مسدس الليزر بتاعه وبيسحب من أجسامهم السوائل وبيحولهم لمكعبات، وبعد ما بتخلص الحفلة بيطلبوا منه يعرفهم بخطته وبيعمل لهم عرض بيشرح فيه خطته، وهي إنه حاطط صواريخ تحت المدينة بالكامل هتقدر تنقلها للقمر، فبتطلب منه ليدي دوبلر إنه يبدأ في تنفيذ العملية، فبيعرفها إنه نسى الرقم السري بتاع أوضة التحكم في الصواريخ، ووقتها بتتنرفز منه وبتعرفه إنه قدامه 24 ساعة بالظبط لو معرفش يتصرف فيهم هتبدأ هي تدمر في المدينة بطريقتها، وبتسيبه تمشي هي وباقي أعضاء الفريق. وقتها بيفكر يرجع يصالح صاحبه أولد شام
تشامب لانه اكيد هيقدر يفكر معاه في خطه ينقذ بيها المدينه، بس بيتفاجئ بان المطعم اللي عمله نجح لدرجه انه ما كانش عارف يدخل غير لما يقف في الطابور، وهو ما كانش قدامه غير 24 ساعه بس وكان محتاج كل دقيقه. ووقتها بيضطر يلجأ لكيكو اللي بتكون عارفه ان موظفه الاستقبال بتخاف من الحشرات وبتحط لها صرصار على كتفها فبتطلع تجري، وبيقدروا يدخلوا للمطعم بسرعه قبل ما ترجع لهم تاني، بس بيتاكد ان صاحبه عاجبه شغله الجديد وما بيظنش انه هيوافق يرجع مساعده تاني بعد ما بقى ليه شغله الخاص، فبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع للمخبأ السري بتاعه بيلاقي العصابه كلهم متجمعين وبيتفرجوا على التلفزيون، فبيطلب منهم يتجمعوا في مكان واحد علشان يتصور معاهم صوره تذكاريه قبل ما ينفذوا خطتهم الشيطانيه، بس طلع بيخدعهم وبيحبسهم في قفص من الليزر، وبيحكي لهم بقى فعلا انه ساب الاجرام وبقى بطل خارق للمدينه وقد ايه هو جامد وقدر يحبسهم. وصوره ايه اللي انا عايز اتصورها معاكم دي شويه اغبياء، وكان لسه هيكمل تهزيق فيهم بس يا فرحه ما تمت. الروبوت اللي كان محاصرهم عطل فجاه والقفص اتفج، فليدي دوبلر بتقول له سمعت انك كنت بتقول حاجه علينا كده اغبياء مثلا صح؟ فبيقول لها ازاي يعني اغبية مين؟ انا لساني كان يتقطع قبل ما اقول حاجه زي كده عليك يا ست الناس. وساعتها بيعرق جامد من التوتر، وفي الوقت ده بتنزل نقطه ميه على المكعبات اللي في جيبه وبتحرر اعضاء فريق فيش جانج وبيعرفوهم بكل حاجه مش محتاجه تسخين يعني والله ولا عينه لوحدها. وقتها بيتنرفز بهيموث وبيهجم على ميجا مايند، ومن بعده نايتي نايت ولكن بيقدر يهرب منهم، وبيجي له بايرو بيقدر يعمل له تنويم مغناطيسي، وليدي دوبلر بقوتها الخارقه بترفعه لفوق وبتحاول تكتفه في كرسي، بس لحسن الحظ الكرسي ده بيكون موجود عليه صواريخ واللي بتخليه يطير بعيد عنهم. ليدي تسكت لا بتطير ورا منه وبتفجره بالكرسي، وطلع العصابه كلها بيفتكروا ان ميجا مايند مات بس بيكون لسه عايش وقع في البحر قبل الانفجار بلحظات. وروكسان ما بتكونش مصدقه انه مات وبتقلب عليه الدنيا لغايه ما فعلا بتلاقيه، وبيكون متنكر على هيئه متسول علشان يفضل في نظرهم انه مات وانه خلاص تخلى عن فكره انه يكون بطل خارق للمدينه. فبتحاول تقنعه روكسان انه يقدر ينقذ الموقف ده زي كل مره، وده طبعا لو قدر يرجع يتعاون مع صاحبه القديم تشام، وفعلا بيقتنع بكلامها وبيقول له احنا لازم نروح له المطعم دلوقتي لان مفيش غيره اللي هيقدر يوقفهم عند حدهم معاه. بس بيكتشف ان روكسان اصلا كانت جايباه معاها وكان موافق ان هو يتعاون مع ميجا مايند تاني. وفي الوقت ده نقابه الموت بتحاول تدمر الباب اللي ورا اوضه التحكم في الصواريخ اللي هتشيل المدينه بالكامل وتحطها على القمر، بس مش بيقدروا يدمروه لان هو مطلي بالتيتانيوم. ويكون قدر ميجا مايند مع فريقه بعد ما اتحدوا مع بعض انهم يعملوا خطه يوقفوا بيها عصابه نقابه الموت، وبيروحوا للسوبر ماركت وبيجيبوا الادوات اللي هيستعملوها في الخطه. في الوقت ده بتكون العصابه اخيرا قدرت تدمر الباب وبيدخلوا، ولكن بيتفاجئوا ان ميجا مايند وروكسان طالعين على الشاشه في بث مباشر وان ميجا مايند لسه عايش وما ماتش. فليدي دوبلر بتضغط على زرار اطلاق الصواريخ وبتطلع مع الفريق كله بره علشان يخلصوا على ميجا، وهو فعلا كان عايزهم يطلعوا بره علشان في الوقت ده بتكون كيكو وتشام بيدخلوا من ممرات التكييف المركزي، بس بينسوا انهم كانوا حاطين اسلحه مدمره في المكان ده لاي حد غريب يفكر يدخل المكان. وقبل ما يتدمر تشام بلحظات بيقع والاسلحه بتدمر نفسها، وبنقول بقى خلاص هيقدر يلحق الدنيا، ولكن بتطلع روبوتات وبتطير وراه وبيقدروا يدمروا بدلته الحديديه وبيطير منها، وبيضطر انه يتنطط لغايه ما يوصل لاوضه التحكم. ولما بيوصل بيكتشف ان اللي حصل له ده ما كانش كفايه علشان في الوقت ده بتظهر له عصابه فيش جانج، وفي الوقت ده بتكون المدينه بدات تطير بفعل الصواريخ المتثبته تحتها، والكل بيكون مرعوب من اللي بيحصل. بس بتحاول روكسان وكيكو انهم يطمنوا السكان وتقول لهم يرجعوا لبيوتهم. وبنرجع لتشوم اللي بيقدر يهزم العصابه لوحده، ما تسالنيش ازاي، هو المخرج عايز كده، وبيضغط على الزرار اللي بدوره بيعطل الصواريخ والمدينه بتبدا تقع بسرعه، ولما مفيش حد لحق الدنيا المدينه هتتدمر بالكامل. وبيتصل بيه ميجا مايند علشان يعرفه ازاي يستعمل التحكم اليدوي في الصواريخ، بس تشوم ما كانش قادر يتحرك من نقص الميه اللي عنده، فميجا مايند بيبعت له بغبغان آلي وبيرطبه بكوبايه ميه تفوقه شويه كده. وفي الوقت ده ميجا مايند بيستخدم جهاز تغيير الشكل على نايتي نايت واللي بيتحول شكله لميجا، واول ما بيشوفه باير بيعمل له تنويم مغناطيسي، وهو مشغول في تنويمه ميجا مايند بينزل عليه صبة اسمنت بتمنعه من الحركه. وليدي دوبلر بتشوف ميجا مايند فبتحاول تمنعه، فبيستعمل قوتها الخارقه ضدها وبيصعقها بالكهرباء، وما بيتبقاش غير بهيموث وده اقوى واحد فيهم واكتر واحد غشيم في العصابه كلها. وقبل ما يخلص على ميجا مايند بلحظات روكسان بتخبطه بعربيه المطافي، وبيفتكروا وقتها انهم خلصوا على الفريق كله، بس بيفوق نايتي نايت بيستعد انه يخلص عليهم، بس كيكو بتستعمل القنبله الضوئيه انها تخلص عليه بيها وفعلا بتنجح في كده. وبيروحوا للمختبر بسرعه علشان يلاقوا تشوم مش قادر يشغل نظام التحريك اليدوي، ولما بيتحدوا كلهم بيقدروا ان هم يشغلوا النظام وينقذوا المدينه في اخر لحظه. وبعد ما بينقذوا الوضع بيظهر العمده اللي كان مختفي في الفتره اللي فاتت وبيرمي اللوم كله على ميجا مايند وانه هو السبب في الدمار اللي حصل ده كله. فروكسان هي اللي بترد عليه وبتقول له ان ميجا مايند اللي مش عاجبه ده خاطر بحياته واحنا معاه علشان ننقذ المدينه، وده طبعا في الوقت اللي انت كنت مستخبي فيه يا عم العمده. فبيسيبها ويمشي بعد ما
بيعرف إن فعلا معاها حق. وبعد كام شهر بتحصل انتخابات لاختيار عمدة جديد، وروكسان بتترشح للانتخابات، وبسبب شعبيتها الكبيرة بعد ما أنقذت المدينة هي وميجا أغلب السكان اختاروها إنها تكون هي العمدة الجديد، وفعلا بتنجح في الانتخابات وبتكون هي العمدة الجديدة لمترو سيتي. في الوقت ده بيكون أفراد العصابة متجمعين في السجن، وبتجيلهم زيارة مفاجأة من شرير جديد باين عليه إنه أقوى منهم كلهم، وخطته الجديدة في تدمير مترو سيتي محدش يتوقعها. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الأفلام. سلام.